السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهاردة هنحل تدريبات درس المشكلات البيئية في وطن العربي، دراسات الصف السادس الابتدائي من كتاب المدرسة. يلا نشوف السؤال الأول. اقرأ واجب. تجارب عربية رائدة في مجال التنمية البيئية. قدم أبناء مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد مثالا يحتذى به في حماية البيئة والاستثمار المستدام لمواردها وإعادة استخدام المخلفات بشكل جديد، فقد نجحوا بالتعاون مع المسؤولين بالمحافظة في تنفيذ عدد من المشروعات الخضراء للتغلب على الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية. ومن هذه المشروعات مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتصديرها للاتحاد الأوروبي، ومشروع صناعة الأخشاب من مخلفات النخيل. لأول مرة في العالم، الذي جعلها أول مدينة صديقة للبيئة على مستوى جمهورية مصر العربية لعام كام 2022، وفازت بلقب عاصمة المدن العربية لعام 2022 في المسابقة التي نظمها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة على مستوى دول الوطن العربي. في ضوء الفقرة السابقة أجب عما يلي: 1. ما المشكلات البيئية التي نجح أبناء محافظة الوادي الجديد في حلها، وما أثر ذلك على البيئة والاقتصاد المصري؟ طيب، المشكلة البيئية إيه هي المشكلة اللي نجح أبناء محافظة الوادي الجديد اللي هم يحلوها، والأثر على كده إيه؟ ماشي. المشكلات البيئية بقى اللي هم نجحوا فيها اللي هي: 1. الاستفادة من مخلفات أشجار النخيل وتصنيع الأخشاب منها، يبقى هم استفادوا من مخلفات أشجار النخيل ويصنعوا الأخشاب كمان منها. 2. توليد الكهرباء من الشمس. الأثر الناتج بقى: الحفاظ على البيئة وتصدير الكهرباء والحصول على العملات الأجنبية والتخلص من المخلفات بشكل آمن. ماشي. 2. بالتعاون مع زملائك في اختيار إحدى المشكلات البيئية التي تواجه الوطن العربي واقترح بعض الأفكار الإبداعية لحلها. ماشي. عايزنا نتعاون مع زمايلنا يعني في الفصل. ماشي. نختار إحدى المشكلات اللي بتواجه الوطن وعايزنا نقترح بعض الأفكار. مثلا نستخدم الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء. طيب، الحل بقى إيه؟ الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي لعدم وجود أي تأثير سلبي على البيئة. يبقى عندنا الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي دول ما بيأثروش على البيئة. ماشي. لنبحث عن المعرفة. 2. ابحث وأجب. استخدم شبكة المعلومات الدولية اللي هي الإنترنت، وابحث عن المشروعات التي يقوم بها بعض الدول العربية لحماية البيئة الطبيعية، ثم أكمل الجدول التالي. عندنا الدولة، عندنا المملكة العربية السعودية. اسم المشروع: زراعة 450 مليون شجرة وإنشاء مدينة نيوم الخضراء. يبقى اسم المشروع في المملكة العربية السعودية إنشاء مدينة نيوم الخضراء، ومنها زراعة 450 مليون شجرة. أهداف المشروع: التخلص من ثاني أكسيد الكربون اللي احنا بنطلعه من نفسنا. أول مدينة ذكية، يبقى أول مدينة ذكية ومنها كمان يتخلصوا من ثاني أكسيد الكربون. الأساليب المستخدمة لتحقيق الأهداف اللي هي زراعة الأشجار على الطرق السريعة. يعني مثلا الطريق موجود اهوت، يقوموا عاملين أشجار على الطرق على الحوض بتاع الطرق. تخصيص مساحات بعيدة عن التكدس للبناء عليه، يعني مثلا يشوفوا مساحة بعيدة عن المباني ويقوموا عاملين فيها زراعة أشجار. طيب، عندنا المملكة المغربية اللي هي المغرب. اسم المشروع: منع استخدام الأكياس البلاستيكية، يعني منع الأكياس البلاستيك. الهدف منها بقى الحد من تلوث منابع المياه والأنهار والجداول. يعني هم منعوا استخدام الأكياس ليه؟ عشان يحدوا من تلوث منابع المياه والأنهار والجداول. طيب، الأساليب المستخدمة بقى: إصدار القوانين التي تمنع استخدام الأكياس البلاستيك. الأساليب عندنا اللي هم يصدروا قوانين اللي بتمنع استخدام الأكياس البلاستيك. طيب، عندنا تالت دولة الإمارات العربية المتحدة اللي هي الإمارات الوقت.
ماشي. اسم المشروع بنك الجينات، يبقى اسم المشروع ايه؟ بنك الجينات. هدف المشروع اللي هو يحافظ على الانواع النباتية الموجودة به، يبقى اسم المشروع في الامارات بنك الجينات. الهدف الحفاظ على الانواع النباتية. الاساليب المستخدمة انشاء مركز ابو ظبي للموارد الوراثية النباتية. طيب شوف اللي بعده. 3. اقرأ واجب. تحتفل الدول العربية باليوم العربي للبيئة في 14 أكتوبر من كل عام بهدف التوعية بالمشكلات البيئية التي تواجه العالم ككل والوطن العربي بصفة خاصة، وذلك بمناسبة إنشاء مجلس وزراء البيئة العربي الذي يعمل على إيه؟ الذي يعمل على دعم التعاون العربي في مجالات شؤون البيئة والتنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وحماية الثروات المتجددة وغير متجددة في الوطن العربي، ومواجهة الأزمات والمخاطر التي تهدد النظام البيئي في البلاد العربية، مما يساعد الدول في أخذ خطوات جادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ماشي. 1. في رأيك ما أهمية تعاون الدول العربية من أجل مواجهة المشكلات البيئية؟ إيه هو رأيك في أهمية التعاون بين الدول العربية؟ طيب التعاون في هذه المشكلات يساعد على إيجاد حلول كثيرة. يبقى التعاون في مواجهة المشكلات اللي زي دي بيساعد على تنفيذ أو على إيجاد حلول كثيرة، وتضافر الجهود لإيجاد التمويل المناسب. يعني لازم يكون في تمويل لتنفيذ هذه الحلول. طيب شوف اللي بعده. 2. صمم شعار اليوم العربي للبيئة موضحا مدلول الرموز والألوان المستخدمة في تصميم الشعار. هو ده الشعار اللي هو عندنا السحب والسماء والأشعة والكرة الأرضية والأشجار. ماشي. 3. وضح مسؤولياتك تجاه المشكلات البيئية التي يواجهها وطنك العربي، ثم اكتب تعهدا للحفاظ على البيئة. ماشي. وضح المسؤولية بتاعتك بقى ايه؟ اللي هي ضرورة المشاركة في المبادرات البيئية التي تقوم بها الدول. يعني احنا لازم نشارك في المبادرة البيئية اللي بتقوم بها الدول. وأتعهد بقى التعهد بتاعك، أتعهد بأنني أحافظ على البيئة ولا أقوم بأي أعمال فردية تحدث ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة. تمام. اللي بعده. تحليل البيانات. 4. حلل وأجب. لاحظ الرسم البياني التالي ثم أجب. بلغ مجموع الأراضي المتصحرة في الوطن العربي نحو 9 ملايين وكيلومتر مربع موزعة بين الدول العربية كالتالي. عندنا هنا دول المغرب العربي عندنا ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، اللي هي العلامة الزرقاء اللي هي كام؟ 54% اللي هي دول المغرب العربي. شبه الجزيرة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، عمان، اليمن، اللي هي تمثل رقم الأحمر أو النبيتي اللي هي كام؟ 22% اللي هي رقم 2. طيب 3. حوض النيل والقرن الإفريقي. عندنا هو دول حوض النيل مين؟ مصر، السودان، الصومال، جيبوتي اللي هي باللون الأخضر هنا اللي هي بنسبتها كام؟ 21%، دي رقم 3. والأخير المشرق العربي، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق، اللي هي نسبتها كام؟ 3%. يبقى 1. استنتج أكثر الدول العربية تعرضا لخطر التصحر. أكثر دول عربية متعرضة للتصحر اللي هي دول المغرب العربي اللي هي نسبتها كام؟ 54%، اللي هي ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب. 2. اقترح بعض الأفكار للمساهمة في حل هذه المشكلة. احنا نعتمد على تحلية مياه البحر. الاعتماد على تحلية مياه البحر، استخراج المياه الجوفية، وزراعة نباتات تستحمل نسبة الأملاح الموجودة بالماء. ونستخدم أساليب حديثة في نستخدم أساليب حديثة في الري. تمام. نشوف اللي بعده. الدراسات الاجتماعية في حياتي اليومية. 5. فكر واجب. اقرأ السلوكيات التالية ثم ضع علامة صح أمام السلوك البيئي الجيد وعلامة غلط أمام السلوك الذي يضر بالبيئة مع التبرير. ماشي. السلوك رقم 1. أشارك في زراعة الأشجار المثمرة في المدينة. طبعا ده رأي صواب. ليه؟ عشان نساهم في التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون. 2. أفضل استخدام السيارات التي تسير بالبنزين. طبعا غلط.
ليه؟ لأن هي طاقة غير نظيفة. 3. أشجع زملائي على تركيب لوحات طاقة شمسية فوق أسطح منزلهم. طبعا صح، ليه؟ لأن هي طاقة نظيفة لا تلوث البيئة. 4. أرش الشارع بالمياه في الأوقات الشديدة الحرارة. طبعا غلط، ليه؟ عشان نحافظ على المياه. 5. أفضل استخدام الري بالغمر لري الأراضي الزراعية. لا طبعا، ليه؟ عشان ما نهدرش كميات كبيرة من المياه. 6. أفضل بناء منزلي على مساحة من الأراضي الزراعية. طبعا غلط، ليه؟ عشان نحافظ على المساحات الخضراء. 7. أشجع جيراني على استخدام وسائل النقل العام. طبعا صح، ليه؟ عشان نقلل التلوث والازدحام. يبقى احنا نشجع ان احنا نستخدم وسائل النقل العام. نشوف اللي بعده، التفكير الناقد. 6. لاحظ وحلل المشكلة. ايه الصورة اللي بتعبر دي؟ المشكلة اللي بتعبر عنها الصورة اللي هي الجفاف. وهل يعاني وطنك مصر منها؟ طيب، عندنا نعم تعاني منها بعض المناطق الصحراوية التي لا تسقط عليها الأمطار، بس في المعظم اللي هي ما مصر ما بتعانيش من الجفاف الحمد لله. 2. ما أسباب المشكلة التي تعبر عنها الصورة؟ نقص المياه وندرة سقوط الأمطار. 3. مستعينا بشبكة المعلومات الدولية اللي هي الإنترنت. اكتب أمثلة لمجهود بعض الدول العربية في مواجهة هذه المشكلة. طيب، عندنا الإمارات اعتمدت على تحلية مياه البحر لتوفير مياه صالحة للشرب، وتقوم ببناء سدود لتجميع المياه الجوفية. ونقف لحد هنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي الاختبارات من كتاب المدرسة ومن باقي المواد، وما تنسوش تدعوا لأخواتنا في فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.